بغيت الماتش ديال غدا، الماتش ديال الديربي، اللاعبين يكونوا رجال، اللاعبين يعرقوا التوني، اللاعبين يلعبوا واحد الماتش اللي يكون كبير. راه ما تنساوش اننا حنا الوداد الرياضي، ما تنساوش اننا حنا وداد الامه، ما تنساوش ان طيله هاد العشر سنوات راه كنا نصول ونجول في افريقيا. اعتبروا ان هذا الموسم هذا فهو فتره فراغ، اعتبروا ان البدايه ديالو هي هذا الماتش هذا ديال الديربي. الا عطاو كاع داكشي اللي في جهدهم في هذا الماتش هذا راه غادي ننتصروا وغادي نحققوا يعني 3 نقاط. رغم اننا ما بقينا لاعبين لا على يعني التاهل للتشامبيونز ليغ، لا كاس العرش، يعني لا كاس الكاب، لا حتى شي حاجه، ولكن كنتمناو تكون هذه هي البدايه. لاننا كما تنعرفوا المشاكل الاخيره لا في المكتب لا مع بعض اللاعبين، هذا الشيء ما بغيناش ياثر على اللاعبين، يحاولوا ينساو هذه المشاكل ويلوحوهم يعني وراء ظهورهم حتى يسالي هذا الماتش هذا والماتش كذلك الاخير اللي بقى ديال الوداد الرياضي. كنتمناو من اللاعبين يكونوا رجال، يتصالحوا مع الجماهير، يقدموا نتيجه مزيانه، يربحوا، يحاولوا يجاوبوا هاد الناس هادو يعني اللي طاولوا علينا في الماتش ديال بركان. هاد الناس هادو اللي ما عندناش بهم حتى شي علاقه في هذا الماتش هذا وبداو تيكلاسيونا بواحد الكلام اللي ما تسمعوش. حاولوا تكونوا رجال، ردوا الاعتبار لهذا الدرابو ديال الوداد الرياضي. افضل تشكيله اللي يقدر يدخل بها بن عسكر في هذا الماتش هي حراسه المرمى مطيع، الدفاع الظهير الايمن العملود، الظهير الايسر بوشتا، وسط الدفاع قدرين وحركاس، خط الوسط جبران، الدراوي، بونا عمار. اما بالنسبه في خط الهجوم بوهره، الحداد، اودو ايغينز. انا كتبان لي هذه هي احسن تشكيله اللي يقدر يدخل بها بن عسكر. اما الخطه ولا الطريقه اللي خصو يلعب بها بن عسكر فهو خصو يحاول يعني ينظم الخطوط، بدايه بخط الدفاع اللي شفنا يعني هذا الموسم هذا يعني ما كاين لا تفاهم لا حتى شي حاجه، وصولا الى خط الوسط يكون منظم، جبران يكون قدام مدافعين اللي يحاول ياخذ الكره ويلعبها ويبقى دائما قريب من المدافعين يساندهم. حنا كنعرفوا ان عندنا ضعف في خط الدفاع. بالنسبه للدراوي يكون كلاعب ربط، ولكن الدراوي ما يبقاش يجري بزاف في التيران كيضيع الطاقه ديالو بدون مفعول. اما بالنسبه لبونا عمار فهو لاعب صانع الالعاب، يحاول يعني اللي يبقى دائما قريب للمهاجمين، وضروري من المساندة الدفاعيه يحاول يدير تسديدات من بعيد، يحط يعني كواري يعني لا البوهره ولا الحداد. بالنسبه لخط الهجوم غتقول لي علاش حطيتي بوهره والحداد؟ اظن هادو هما احسن السيئين اللي كاينين في الوداد الرياضي. يعني الا اختاريتي بين الهوني وبين بوهره حاليا كنظن ان نسبه طفيفه لبوهره، يعني على الاقل تتلقاه تيسدد على المرمى، تتلقاه تيدير محاولات، رغم انه طماع وعارفينه تيضيع بزاف ديال الكواري، ولكن فوق طاقتك لا تلام، ما عندك ما دير. هذا هو احسن واحد اللي يمكن تحطه في الجناح. كذلك اخترنا الحداد، يعني الا جيتي يعني دير اختيار بين الحداد وبين الحتيمي فكنظن انني غادي نفضل الحداد، على الاقل يمكن يعطيك دي سونطراج، يمكن عنده السرعه، يمكن عنده بعض التمريرات يقدر ينفعك بهم. اما في خط الهجوم فاودي ايغينز هو اللي خصو يكون، لان عارفين كاين الهباش اللي دخل الماتش اللي فات يعني ما بينش على شي حاجه، وكاين الخنوس هو اللي تنعرفوا المستوى ديالو. اذا احسن واحد اللي يمكن يكون راس حربه هو اللاعب اودو ايغينز. اما بالنسبه للاداره في هذا الماتش هذه فخاص تكون واحد التحفيزات يعني للاعبين تكون كبيره. خاصنا نذكروا هاد اللاعبين انهم تيلعبوا لاحسن نادي يعني في المغرب، اننا ما يمكنش اننا نخسروا على ما كنظن يعني الماتش رقم 12 في البطوله اظن عندنا 11 خساره كرقم قياسي غير مسبوق للنادي. ما تخليوش يعني رقم 12 يعني يجي في هذا الموسم هذا وتكونوا يعني حققتوا واحد الرقم القياسي ويبقى مكتوب لكم كوصمه عار. الرساله ديالي للاعبين يعني عرق التوني هو عطي كل ما عندك، هو نسى شي حاجه سميتها المشاكل، نسى شي حاجه غادي يسالي العقد ديالي، نسى شي حاجه المستقبل ديالي ما عرفتوش واش مع الوداد ولا مع شي فريق اخر، نسى هذا الشيء كامل. لعب هاد 90 دقيقه كانك لاعب فينال ديال الشامبيونز ليغ، لانني كما قلت تقدر تكون هذه هي البدايه ديال العوده للنتائج ويعني والتصالح كذلك مع الجمهور، لان الجمهور كنعرفوا انه غاضب لا على اللاعبين لا على المسيرين
لا على الكل يعني في النادي. فالكل في النادي خصو يتكاتف يعني الماتش ديال غدا باش نخرجوا واحد الماتش اللي يكون مزيان، ونحاولوا يعني ما نزيدوش في هذه الخسارات هذه، لاننا فين ما تيزيدوا الخسارات فراه تيزيدوا المشاكل وتيزيدوا المشاكل وتيزيدوا المشاكل. وصلنا للنهايه ديال الحلقه. ما تنساش الا كنتي ما مشتركش اشترك في القناه، فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وبارطاجي باش تعمل فائده. السلام عليكم ورحمه الله.